اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. النهارده هعمل لكم خلطه حلوه قوي للديك الرومي. عندي قشر برتقال كان في الفريزر، طلعته حطيته، واحط كوبايه سكر وربع كوبايه خل وربع كوبايه ملح وهنقعه. ايه بقى النكهات اللي انا حطيتها؟ المنكهات اللي انا حطيتها: حطيت زعتر، حطيت روزماري، حطيت ورق لورا، حطيت زر ورد، حطيت كبيبه صيني. كل التوابل اللي عندك اللي انت بتحبيها منكهات حطيها، هتضيع لك لو في ريحه زفاره ولا اي حاجه، هتطلع لك الريحه نهائي، هتخليك زي الفل. بس انا بنقعه ليه من بالليل؟ انا بنقعه من بالليل، انا غسلاه مخليه زي الفل، انا بنقعه من بالليل عشان لحمه يبقى طري، ما ياخدش الوقت اللي هياخده في الفرن. هنا بقى كان تاني يوم الصبح، بص الميه لونها مغير ازاي. همسكه دلوقتي اشطفه شطفه كويسه جدا وهعمله الخلطه بتاعته. الخلطه بتاعته: جزر، بصل، طماطم، هضربهم في الكبة ضرب خشن، وهنزل عليهم واحدة ماجي، شوية فلفل اسود، شوية ملح، معلقتين صلصة، ومعلقة سكر. ولو عندك عسل يبقى احسن، انا ما كانش عندي عسل فحطيت سكر. ضربتهم ضربة كمان، وهدعك الديك من بره ومن تحت الجلد ومن كل حتة، هدعكه دعكة كويسة جدا، واحطه في الكيس الحراري. هحطه في الفرن، هيقعد من الفرن من ساعتين ساعتين ونص. الديك ده وزنه 8 كيلو. هنا بقى نعمل صينية بطاطس من بتوع زمان. عندي طماطم، عندي بصل، عندي فلفل أخضر، حطيت التوابل بتاعتي، خدت نص الخلطة ديت، نصها تحت ونصها فوق، حطيت البطاطس، وبعد كده رحت حاطة بقية الخلطة عليها من على الوش، ومعلقة سمنة، ودي شوربة كانت في الفريزر. هنا بقى الديك بعد ما كان عدى ساعتين ونص عليه، بصوا دايب، والله العظيم دايب، بصوا عامل ازاي. يا ريت لو وصلتوا لهنا لايك وشير وسبسكرايب. بصوا صينية البطاطس، وده كان فطارنا أول يوم، وكل سنة وانتم طيبين.